المجلة الحائطية تعتبر المجلة الحائطية من الأنشطة المدرسية التي تحقق أهدافًا تعليمية وتربوية مهمة، وهي من وسائل تنشيط المتعلمين وجعلهم محبين لدراستهم، فهي منبر وفرصة للمتمدرس للتعبير عن اهتمامه وآرائه وأفكاره وكل ما يخارج صدره. غالبا ما تتكون المجلات الحائطية من حامل خشبي أو ورقي تعلق عليه مختلف إنتاجات وأعمال المتعلمين من قصصات وأخبار وخواطر ومعلومات. ويمكن المجلة الحائطية أن تكون داخل الفصل فتسمى مجلة القسم، أو خارجه فتسمى مجلة المدرسة.